بسم الله ما شاء الله. بعد ما خرجت من الفرن اهي، والف هنا وشفا. هنا عندي تتبيله الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا بصل وملح وفلفل، طماطمايه، معلقه هريسه. دي بهارات فراخ بتجيبها من عند العطار جاهزه، بتودي الفراخ في حته ثانيه خالص. معلقه خل، عصير 3 ليمونات او 4 ليمونات، يعني زودي في الليمون، زودي في الفلفل الاسمر كده. عندي هنا الفراخ منضفاها وغسلاها ومنقوعه في ملح وخل وليمون، بتتفتح بالشكل ده عشان الفراخ كبيره، حجمها كبير، تبقى الفرخه لما تتشوي تبقى كويسه وتستوي. مغسوله ومفتوحه من قدام عشان الفرخه تبقى على بعضها بعد كده. يعني الفرخه تبقى كده بعد ما تشوي، الفرخه تبقى على بعضها بالشكل ده. انا هبتدي اتبل الفراخ، بس الاول اقلب الخلطه مع بعضيها. بس عصرت الليمون، اقلب كله مع بعض كده. الخلطه دي، الخلطه هنا معانا ملح وفلفل وليمون، بهارات فراخ وجنزبيل، بس الجنزبيل اهم حاجه الليمون. هزودها رشه ملح. بسم الله. واهم حاجه الفرخه تبقى متفتحه زي ما وريتها لكم كده. بسم الله. تقدري بقى تشوي وتدخليها على الفرن على طول، او حتى لو سويتيها من فوق وبعدين فتحتي عليها الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحشيها تحت الجلد بالشكل ده. بسم الله ولا قوه الا بالله. سيبيها بقى في التتبيله ديت ليله كامله، تتبليها وتشيليها في التلاجة. ممكن تسويها على طول، بس سيبيها حتى على الاقل نص ساعه تكون اتشربت، لان الخلطه دي جميله لما الفراخ بتاخد منها بتبقى طعمها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الوراك اهي، بصوا نضيفها ازاي ومتفتحه كده، ونحط تحت. بسم الله. انا باجي الصدر كده وبروح شقاه بالطول عشان يتشرب اهي. بس هنا واضحه قبل ما اتبل، بس الصدر انا شقاه بالطول ازاي، احطه في قلبه كده. حاجه تبقى متطعمه كده ومتتبله جميله، وبألف هنا والشفا لله ياكل حاجه. بس كده جاهزه معايا. ممكن ازقها في الفرن، ممكن اديها غلوه من فوق وبعد كده افتح عليها الشوايه دي معاكي براحتك كده وكده. انا هدخلها الفرن وبعدين ارجع لكم تاني لما تكون استوت.